السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الكنافة بطريقة حلوة قوي قوي وسهلة وبسيطة، ويا رب تعجبكم بإذن الله. انا الكنافة كانت عندي في الفريزر، فسهل الواحد بياخد الكنافة في اي وقت، لو جايلك ضيف لو جايلك حد، فبتبقى سهلة اللي انت تعملي اي حاجة حلوة في بيتك لما يكون حد جايلك. دلوقتي بقى هنشوف الطريقة. طريقتها جميلة وسهلة وبسيطة، وطبعا الكل عارف طريقة الكنافة، بس احنا برضو بندي افكار لبعض. هنجيب دلوقتي هنعمل دلوقتي العسل بتاعنا والكريمة. هيكون دلوقتي هنعمل الشربات الأول. هنحط كوباية مية وكوبايتين سكر وعصرة ليمونة وفانيليا. وطبعا ما نقلبش الشربات علشان ايه العسل ما يسكرش. بميل كده اهوت الحلة عشان العسل يدوب شوية، عشان لو حطيت المعلقة وقلبته بيسكر. دلوقتي بقى هنحط الليمون والفانيليا. انا دلوقتي حطيت عصرة ليمونة، وهنحط الفانيليا ديت. هنحط الفانيليا زي ما شفتوا كده. دلوقتي بقى هنعمل الكريمة مع بعض. انا قلت عقبال ما الشربات يتعمل نكون عملنا الكريمه. هنجيب كوبايه لبن. طبعا الكريمه الكميه اللي انت عايزاها على حسب ما تحبي. بتحبي كريمه كتيره بتحطي 2 لبن، بتحبي الكريمه مش كتيره قوي بحط كوبايه لبن. وبعدين هنحط دلوقتي معلقتين نشا في نص كوبايه ميه، علشان طبعا ما ينفعش نحط النشا على اللبن على طول لو اللبن سخن. لو اللبن ساقع عادي ان انت بتحطي النشا مع اللبن وتقلبيه. انا بوريكم دلوقتي انا حطيت النشا، ودلوقتي بحط معلقتين سكر. في ناس ما بيحطوش سكر خالص في الكريمه، طبعا على حسب الرغبه بتاعتك. انا بحب يبقى الكريمه تكون مسكره شويه، حاجه بسيطه، ولا هي دلعه قوي ولا هي مسكره. وبعدين عندي قشطه بلدي محطوطه في الفريزر. انا بحب اجمع القشطه بتاعت اللبن الحليب واحطها في قلب الفريزر لاي ظرف لاي وقت. الواحد ايه بياخد القشطه يفكها ويستخدمها ويرجع تاني الباقي في قلب الفريزر تاني. هنقعد نقلب كده هوت في الكريمة، طبعا تقليب مستمر علشان الكريمة ما تكلكعش. لو سبناها يعني دقيقة واحدة هنلاقيها كلكعت. فلازم التقليب المستمر كده لغاية اما الكريمة تتقل معايا. اول لما تبقبق كده هو بطفي عليها، وطبعا ما تبقاش تقيلة لان هي لما بتبرد بتتقل شوية. ايوه كده قلبي بسرعة يا اميرة. ايوه كده كفاية. هي كده قوامها تقل. دلوقتي بقى نطفي عليها ونسيبها تبرد شوية تستهدى يعني، ما تبقاش سخنة قوي وما تبقاش باردة، لانها لو بردت هتتقل قوي مش هنعرف نفردها في الكنافة. فبنخليها تكون يعني طيرت السخونية بتاعتها شوية. دلوقتي احنا معانا بقى السمنة، احنا في الشتاء طبعا، فهسيح السمنة بتاعت كوباية كوباية وربع كده. بسيحها على البوتاجاز قبل ما احطها على الكنافة، لان لو حطيناها كده متجمده مش هنعرف نوزعها في قلب الكنافه كلها. انا يا دوبك سخنتها بس. الكنافه طبعا عندي كانت في الفريزر زي ما قلت لكم. دلوقتي انا بفككها كلها من بعض، لان هي لو التجميد بتاعها راح هيبقى صعب اللي احنا نقعد نقطع فيها ونقصقص فيها وكده. لكن طبعا وهي متجمده الواحد بيفركها كده على طول، وبتبقى ايه اسهل. ومعانا دلوقتي سكر بودره. هنحط دلوقتي معلقتين 3 معالق على حسب ما انت عايزه. انا حطيت 3 معالق، مش مليانين قوي يعني، ممسوحين شويه. هنقلبها كويس جدا طبعا علشان ما يبقاش جزء فيه سكر وجزء ما فيهوش. طبعا قلبتها كويس جدا، وهنحط دلوقتي السمنه ونقلبها كويس قوي علشان الكنافه تتشرب كلها من السمنه.
نقعد بقى نقلب فيها كده، نبسها مع بعض. المهم الكنافة كلها تتشرب من السمنة. هو طبعا الموضوع ما بياخدش ربع ساعة في عمايل الكنافة، بس بتبقى طعمها حلو قوي وسهلة وسريعة. معانا طبعا الصينية أنا دهناها سمنة، وهنوزع الكنافة دلوقتي في أرضية الصينية كلها. أهم حاجة تكون من تحت الكنافة تكون كتير يعني، علشان الكريمة ما تنزلش في قاع الصينية وتتحروق. فهنحط نص الكنافة، والنص والنص التاني هنخليه على الوش. هو ممكن يكون النص اللي تحت اتقل شوية من النص اللي فوق، مفيش مشكلة. بس علشان المهم الكريمة كلها تبقى ايه متغطية بالكنافة. لان الكريمة لو بانت من فوق في الصينية هتتحروق، تلاقيها فارت كده وتتحروق. انا دلوقتي عملت النص، وحطيت دلوقتي الكريمة زي ما انتوا شايفين كده اهوت. كانت الكنافة روعة. الكريمة ولا هي مسكرة قوي ولا هي دلعة، يعني كانت مظبوطة. طبعا احنا مش هنحط الكريمة على الحروف علشان الصينية واحنا بنقلبها ما تلزقش. بنحاول ان احنا نحطها في نص الصينية كده، وما نحطش على الحرف عشان ما تدوخناش واحنا بنقلبها. هنجيب بقى بقية الكنافة ونوزعها كده على الوش. وطبعا ما نضغطش على الكنافة من الفوق علشان الكريمة ما تطلعش. يا دوبك انا رشيتها كده وبساويها، وبعد كده اهوت بطبطب عليها كده طبطبة خفيفة كده علشان الكريمة ما تطلعش. طبعا الكنافة كلها متغلفة بالسمنة، فانا بصراحة ما حطيتش سمنة تاني على الوش. هي في الفرن هتحمر وتبقى حلوة قوي ان شاء الله. ودلوقتي الكنافة بتاعتنا خلصت وحطيناها في الفرن. ولو وصلتوا معايا لغاية كده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وطبعا كومنت حلو منكم هيبسطني ويشجعني ان انا استمر. وادي كده الكنافة. هنوزع الشربات على الكنافة. طبعا الشربات لازم يكون تقيل، علشان لو خفيف هيبقى نازل في الكنافة من تحت، ومن فوق يبقى معروش شربات. فالشربات بيبقى تقيل علشان يبقى في قلب الكنافة كلها على بعض. نوزع الشربات كده زي ما انتوا شايفين. النور كان قاطع. اه النور كان قاطع دلوقتي. طبعا عملنا على كشاف الموبايلات، قلت علشان لازم احط الشربات وهي الكنافة سخنة، فاضطريت ان انا اعمل المشهد دوت على ضوء الكشافات، مع ان النور قطع بتاع 10 دقايق. بس انا كنت مستعجله. دلوقتي بقى لما النور يجي هنكمل الفيديو، خليكم معايا في الحته الصغننه ديت. هقلبها دلوقتي واوريها لكم. كانت السوا بتاعها حلو قوي من فوق زي تحت. ادي كان النور جه ما قعدش 10 دقايق، بس احنا بس ايه علشان كنا مستعجلين فلازم يتقطع. هقلب الصينيه معاكم. طبعا انا بميل الصينيه كده علشان العسل يتوزع في الصينيه كلها. هنقلبها كده ونشوفها. ما تنسونيش في اللايك، اديني بفكركم. ادي قلبنا صينية الكنافة. هنقطعها بقى وتشوفوا الكنافة من جوه كانت روعة. السوا حلوة قوي. ودلوقتي الفيديو بتاعنا خلص. انا بس بقطع الكنافة عشان اوريها لكم من جوه. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك والحبشتكنات و... واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير بإذن الله. باي باي.